هتكلم على واحدة من أقوى البطاقات البنكية هنا في مصر، وهي فيزا يلا بي. والفيزا دي أنت مش محتاج أصلا تفتح حساب بنكي، أنت ب 30 جنيه وصورتين بطاقة بتروح أقرب فرع بريد منك. الفيزا دي لو تلاحظوا لونها أزرق، أنت ممكن تلاقيها لونها أسود أو أخضر، وكل الفيز دي زي بعض وبتعمل نفس الحاجات. طبعا بعد ما بتروح للموظف في فرع البريد بتدفع له 30 جنيه والصورتين بطاقة، بيديك الفيزا دي، بتمضي طبعا على ورقة وبتعمل بقى ايداع، سواء بقى من خلال الموظف في الفرع او من خلال لو في فرع البريد في ماكينة بره بتعمل ايداع. بعد ما بتستلم الفيزا دي بتطمن من الموظف ان هو فعلها لك، ولو ما فعلها لكش بتتصل ب 16 1 2 9 وتطلب منهم ان هم يفعلوها لك. بس ده للاستخدام الاونلاين. اما لو عايز تفعلها للاستخدام بتاع الاي تي ام بتروح ماكينه البريد اللي بره الفرع، ولازم ماكينه البريد اول مره. بعد كده بتحط الفيزا في البريد وبتضغط على 4 اصفار، ده في حاله ان الموظف اداك الفيزا دي بدون ظرف. اما لو اداها لك بظرف هتلاقي الاربع ارقام سريه بتاعه دخول الفيزا دي جوه الظرف، وبعد كده بتدخل وبتعمل تغيير الرقم السري، وبعد كده تقدر تتعامل بيها على اي اي تي ام براحتك. لكن الفيزا دي ليها تطبيق مميز جدا، وهو تطبيق يلا سوبر اب على الابل ستور او على البلاي ستور. وعشان تربط الفيزا دي بالتطبيق لازم تستنى يومين من ساعه استلام الفيزا دي، وبعد كده هتقدر تربطها بالتطبيق. في حاله ان جات لك رساله ان بياناتك غير مسجله في حاله ربط البطاقه دي بالتطبيق، بتتصل تاني ب 16 1 2 9 عشان ياكدوا لك البيانات، لان احيانا موظفين البريد بيسجلوا بياناتك، ممكن حرف غلط يعمل المشكله دي. من اكتر الاسئله اللي بتجيلي لو انت رابط الفيزا دي برقم موبايل، طبعا الموظف في الفرع بيسالك على رقم الموبايل بتاعك عشان تتسجل بيه، ولو انت رابط مثلا رقم الموبايل ده بمحفظه تانية زي فودافون او اورنج او الكلام ده، هل هتعمل مشكله معاك؟ في الحقيقه ان مفيش اي مشكله، لان دي مش محفظه الكترونيه، ده مجرد فيزا مسبقه الدفع وتطبيق بنكي عادي خاص بفيزا مسبقه الدفع. وبعد كده تقدر بقى تشحنها من خلال محفظه الكترونيه، من خلال فيزا بنكيه تانية، من خلال ايزي باي، من خلال تحويل بنكي. فيها مميزات كتير جدا، وتقدر تسحب بقى من اي ماكينه اي تي ام. بس طبعا هتختلف الرسوم دي من مكنه لمكنه، يعني في ماكينات بتاخد 5 6 7 جنيه على حسب البنك ده ايه. اما لو هتسحب من ماكينه البريد نفسها طبعا مفيش رسوم. الفيزا دي المميز فيها ان ال 16 رقم الخاصه بالفيزا انتوا مش شايفينهم لانهم في ظهر البطاقه. طبعا معظم الفيز البنكيه بيبقوا 16 رقم مكتوبين قدام هنا، لكن في الحقيقه ان هم ميزوا الموضوع جدا ان هم حطوها في الظهر، بحيث انت لو واقف بقى في طابور او مع حد تاني مش هيشوف ال 16 رقم بتوعك، وبالتالي برضو ده هيزود لك الامان. لو انت راجل بقى بتتعامل اونلاين وبتتعامل مع مواقع زي الباي بال، طبعا الفيزا دي هتقدر تربطها بالباي بال وتاكدها وتسحب الفلوس عليها كمان، مفيش اي مشاكل. الفيزا دي لو انت بتتعامل مع وايز ممكن تشتغل معاك مره او مرتين كشحن لوايز. الفيزا دي بتديك ليميت شهري وتغير حاليا ل $500. طبعا ده على اغلب البنوك، مش خاص بالفيزا دي بس، فمش هنعتبره عيب خاص بالفيزا دي. بس طبعا في مشكله في التطبيق بتاع الفيزا دي، احيانا بيبقى فيه رسوم مش مفهومه والرصيد بيقل شويه برسوم اداريه، عشان كده ما تسيبش فلوس في الفيزا او في التطبيق الا على قد معاملتك. ان شاء الله في الفتره الجايه هكمل لكم السلسله الخاصه بيلا بي، لان الطلب عليها زاد جدا وناس كتير بتسالني عليها. لو في اي حد عنده اي سؤال يتفضل يكتبه في الكومنتات، هتلاقوني سايب لكم مقاله في وصف الفيديو فيها كل شيء عن الفيزا دي. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.